المرة اللي فاتت اتكلمنا بشكل عام كده عن الثيم، وخلينا نقول ان احنا وصلنا ان هي دي المسج اللي بتوصلي من الكتاب. فالمرة دي هكلمكم اكتر على ازاي نعرف الثيمز دي واحنا بنقرا. واهلا بيكم في ليتريتشر ويز مريومي where we discuss literary analysis وازاي بنحلل الكتب. قعدت افكر شويه وحسيت ان في 6 حاجات اساسيه هي اللي هتعرفني ايه الثيم اللي في الكتاب ده. اول حاجه هي الريبيتيشن او التكرار، لما بيبقى في فكره معينه بتتكرر كتير دي غالبا بتكون الثيم بتاعه الكتاب. تاني حاجه ودي حاجه مهمه قوي وبتثبت قد ايه الكاركترز حاجه مهمه في الكتاب، هو مشاكل الشخصيات وتغيرهم مع الكتاب. تالت حاجة هو ايه اللي بيحصل في الكتاب من الآخر كده حاجة اسمها بلوت اوتكمز، اللي هو بعد ما خلصت الكتاب انت وصلت لإيه. رابع حاجة وبرده من الحاجات المهمة قوي هي تون الكتابة والكلام اللي بيترمي في النص. من أهم الحاجات في التحليلات الأدبية ان انت تقدر توصل للكلام اللي بين السطور. موضوع التون ده احنا هنتكلم عليه لوحده قدام. خامس حاجة واللي انا بشوف ان هي من أهم الحاجات الموجودة هي السيمبلز او الرموز اللي موجودة في الكتب. هنتكلم في الموضوع ده اكتر قدام، بس خليكم عارفين ان مش كل الكتب فيها سيمبلز، لكن وجود السيمبلز حاجة مهمة جدا. اخر حاجه اللي للاسف الشديد الناس مش بتتكلم عليها كتير لما بيفتحوا موضوع الثيمز ده، بس هي البيرسونال اكسبيرينس. الحاجات اللي بنعيشها في حياتنا والظروف اللي بنمر بيها بتاثر قوي قوي على انت بتشوف الحياه ازاي، فبالتالي هتاثر جدا على نظرتك ناحيه شخصيات معينه وناحيه احداث معينه وحتى ناحيه افكار معينه. كتاب مثلا زي ذا دبل او المزدوج لدوستويفسكي كل واحد بيشوفه بشكل مختلف وكل واحد بيشوف له ثيمز مختلفه. من الاخر كده بعد ما تخلصوا الكتب ارجعوا لورا، افتحوا الكتاب مره تانية، شوفوا ايه الحاجات اللي وقفتكم، شوفوا الكتاب ده خلاكم تفكروا في ايه. الحاجات دي هي دي الثيمز. المره الجايه هنتكلم اكتر شويه على الثيمز وبس كده.